السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ورجعت لكم تاني في فيديو جديد، ولكن فضلا وليس امرا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على كلمة الكل يصلكم كل جديد. 3 ابراج فلكية، الخير والسعادة والاموال الطائلة في الطريق اليهم مع دخول 2025. كشف خبير الابراج والاعداد والفلك ميشيل حايك عن 3 ابراج محظوظة مع اقتراب 2025، وفي هذا الفيديو نستعرض ابرزها. أول برج معانا هو مواليد برج الجوزاء. سيكون الحظ إلى جانب مواليد برج الجوزاء على الصعيد الفكري والتعليمي، مما يسمح لهم بتوسيع معارفهم وقدرتهم على التواصل بشكل أكبر وبشكل أكثر فاعلية مع الآخرين. وعلى الرغم من تراجع كوكب المشتري في برج الجوزاء، إلا أن هذا التراجع قد يكون فرصة لمراجعة وتقييم الخطط السابقة والمضي قدما نحو نجاحات غير متوقعة. وسيتمكن الجوزاء من إعادة تنظيم أوراقه واستغلال الفرص المهملة في الماضي. ومهنيا تجيد تحليل المواقف التي تواجهك في عملك. وماليا تشعر بالقلق بشكل مستمر، مما يسبب لك عدم الراحة بسبب الضغوط المالية التي تتعرض لها. تاني برج معانا هو برج الحوت. سيتمكن مواليد برج الحوت من تحويل رؤاهم وأفكارهم إلى واقع، مما سيحسن فرصهم في مجالات العمل والعلاقات الشخصية. ومع وجود نبتون وزحل في برج الحوت، سيشعر مواليد برج الحوت بتوازن كبير بين أحلامهم والواقع. يزيد نبتون من مستوى الإبداع والحدس، بينما يمنح زحل الحوت الاستقرار ويحفزه على وضع خطط عملية طويلة المدى. ماليا سيحصل على إعانة مالية قريبة، لا تقلق. عاطفيا عليك أن تشعر بالأمان مع الشريك. ثالث برج وآخر برج معانا هو برج الدلو. وجود بلوتو في برج الدلو يعزز التغيير الشخصي والتحول العميق لمواليد هذا البرج، مما يمنحهم القوة لمواجهة التحديات وتحقيق نجاح كبير على مدار العام. ومع وجود كوكب الزهرة في برج الدلو، سيستفيد الأشخاص المولودون تحت هذه العلامة من طفرات الحظ القوية، خاصة في العلاقات الاجتماعية والرومانسية. وستمنح الزهرة برج الدلو جاذبية خاصة وقدرة على جذب الانتباه في المجالات العاطفية والمادية. ماليا كن أكثر جدية عندما تبدأ مشروعك. مهنيا تشعر بالنجاح في عملك والتميز بأفكارك. وبكده نكون وصلنا لنهاية فيديونا النهاردة. يا رب يكون عجبكم. لو وصلتوا معنا لحد هنا ما تنسوناش في اللايك والشير والسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.